بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. الفراخ بتاعتنا النهاردة عمر 20 يوم يا بنات. هنكنس للفراخ وهنرد على الأسئلة اللي جات لنا، وكمان هنوزن الفراخ وهنشوف الفرق بين الفرز الأول والفرز التاني والأوزان بتاعتنا ايه. الفراخ مش مجوعاها، يعني بصوا باقي فيه كده علف في أرضية العلافات وشوية مية صغيرين، ولكن هنكنس بقى وهياخدوا يعني هيتحركوا شوية، هيعملوا مجهود فهيجوعوا. يلا بينا نسمي الله ونكنس. واول سؤال جالنا بتقولي هو انت بتكنسي والفراخ في نفس المكان ولا لازم تنقليها؟ لا يا ست الكل، ما ينفعش انقل الفراخ. انا بقسم المكان اللي الفراخ فيه لجزئين، جزء بكنسه برش الجير وبرش النشارة وبجمع الفراخ فيه. عملية الكنس كلها ما بتاخدش 10 دقايق، فايه يعني لما يتجمعوا في مكان صغير كده ال10 دقايق او الربع ساعة اللي هتكنسي فيها. ولكن ما ينفعش ننقل الفراخ من مكان لمكان، يعني هما في نفس المكان، نفس التهوية، نفس التدفئة، فما ينفعش تغيري عليهم الجو فجأة كده. انا وسعت لهم النهارده وعليت، كبرت السقايات وكبرت العلافات، يعني غيرنا شوية حاجات كده في عمر ال20 يوم. السوا بتاع البصل والليمون والبنجر والثوم والخل معانا. هي بقالها حوالي اسبوع عندي، دي تالت مرة احطها للفراخ ومحتفظة بها في التلاجة. بتاخد 10 سنتي للتر. انا النهاردة استعملت السقاية ال4 لتر، فاستعملت حوالي ربع فنجان. طبعا فوائد الوصفة دي متكلمين عليها في كذا فيديو، وهرجع اقول لكم فوائد كل الحاجات اللي بنستعملها. معانا هنا النهاردة الطحينة زي ما اتفقنا مكملة معانا لآخر الدورة. الطحينة كلها فيتامينات ودهون مفيدة، بتدي طاقة وبتساعد على التسمين بطريقة رهيبة. الحلبة كمان المكمورة، يعني مش غالية الحلبة دي يا بنات. الحلبة دي معلقة كده من الحلبة في قلب علبة او برطمان، وانزلي عليها بنص كوباية مية وكمريها 3 4 ساعات ليلة كاملة، تنزل كل الزيوت والفوائد اللي فيها. وضيفي كده معلقة على العلف. بديلها ممكن تطحني الحلبة الحصف في المفرمة بتاعة الخلاط او المطحنة بتاعة الخلاط وتضيفي معلقة صغيرة. طبعا الحلبة فاتح شهية وبتزود الوزن ومفيدة للهضم وممتازة جدا جدا. حبة البركة مكملة معانا من اول الدورة، وزي ما متفقين حبة البركة دواء لكل داء. معلقتين خل كده ومعلقة من القرفة. انا بستعمل المعلقة الصغيرة يا بنات بتاع البهارات، مش حتى معلقة الشاي. والخميرة برضو مكملة معانا، خميرة ممتازة جدا في زيادة الوزن وتحسين الهضم. القرفة والجنزبيل والشطة هنبدل بينهم كده بحيث ان كل حاجة فيهم تبقى معانا يومين 3 بالكتير في الاسبوع، يعني مرة او مرتين بالكتير. وبدل هنستعمل عسل مستمرين في اضافة الرز المطحون. والنهاردة كمان استعملت نشا، انا بقالي يومين ما بستعملش نشا او 3 ايام. هنحط عسل بقى وكتري. العسل كله فوائد، مقوي عام، بيرفع المناعة ويحسن النمو. وكفاية ان انت هتاكلي فرخة مسكرة. قلبي بقى يا ست الكل، وزي ما متفقين العلفة بتاعتك ما تكونش رطبة عشان ما تزودش السموم. انا مستعملة النهاردة 2 كيلو من العلف يا بنات، عشان كبرت السقايات والعلافات. فكيلو او كيلو ونص من العلف مش هيظهر في العلافة الكبيرة دي. استعملتها العلافة الكبيرة دي في عمر ال20 يوم. خلاص بقوا بيوقعوا العلافات الصغيرة والعلف بيقع على الأرض، لكن العلافات الكبيرة دي بتكون ثابتة كده وما بيعرفوش يوقعوا. طبعا الكهرباء عاملة عمايلها معانا في اليوم ده وحرقت لي اللمبة. جت وقطعت مرتين كده فاللمبة اتحرقت، الحمد لله مش مشكلة. المهم ان الدنيا تمشي تمام. وبدل قطعت وانا موجودة مفيش مشكلة، اهم حاجة ما تقطعش وانا نايم. تعالوا بقى نشوف الفراخ. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. فرخ كده زي الفل. اللي الفرخ ده ما صمم انه ما يتوزنش وفعلا ما توزنش، هو طفش مني. المهم جبت فرخ تاني يا بنات وبوريكي الفراخ ما شاء الله اللهم بارك، لونها وردي وجميل جدا. الفرخ ده كيلو و185 جرام، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. عمر ال20 يوم يا بنات وحاسبين يوم الاستقبال. حاجة كده زي الفل بجد اوزان، يعني انت بتلاقي هتتعدي. وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا اللهم امين. نشوف التاني فرخ كده. طبعا انا بجيب يا بنات التفاوت في الاوزان اللي هي البسيط اللي هو 100 جرام 50 جرام، ده الفرق بين البربرة والديك. طبعا انا ما عنديش ميزان كبير، فالميزان الصغير ده هيفضل مكمل معانا للاخر ان شاء الله. كده ربنا يرزقنا ونجيب ميزان كبير.
ده 990 جرام يا بنات، 990 جرام. طبعا الفراخ لو واكله لما الكهرباء قطعت انا شلت من قدامهم الاكل، يعني ده لو واكل هيعدي الكيلو. الاوزان ما شاء الله حاجه تفرح، بس اللي يزعل بقى بجد ان انت فراخك تكون فرز تاني او فرز تالت. التلات فراخ اللي عرفناهم من اول يوم زي ما بقول لكم في كل فيديو، يعني هم اوحش فراخ رغم كل الاعشاب والوصفات اللي بنعملها. عدسة موجودة، اسهال موجود. ده ما شاء الله كيلو و 15 جرام، كيلو 15 جرام ما شاء الله. اهتموا بالفراخ شويه، ما تسيبيش الفرشه متبهدله وتقولي المزارع ما بتكنسش. زي ما بقول لكم دايما احنا مش مزارع، لازم التهويه والنظافه والتدفئه. اهتمي بالفراخ تهويه وتدفئه ونظافه، هتديكي دورة قريبه واوزان عاليه وهتصرفي اقل. شوفي الفرخ ده كمان كام جرام. الفراخ كلها ما كانتش عايزه تتوزن، يعني اهدى يا عم ربنا يصلح حالك كده. ما شاء الله كيلو و95 جرام، ما شاء الله اللهم بارك زي الفل. بس اللي يزعل فعلا ان الفراخ بتاعتك تكون فرز تاني، هتخسري كتير، هتصرفي كتير. الدورة هتطول معاك، يعني مش هتطلع على 35 يوم ولا على 40 يوم كمان. لو انت عايزة توصلي الفرخ 2 كيلو 2 كيلو ونص، يعني اعلى حاجة. احنا النهاردة عمر ال20، الفراخ بتاعتنا ما شاء الله لو واكلة وشبعانة كلها هتكون معدية الكيلو. لكن هجيب لكم بقى الفرختين من الثلاث فرخات الفرز التاني، يعني النص بالظبط. فرخ 600 جرام، 673 675 جرام بالظبط، 675 جرام. يعني احنا عندنا الفراخ معدية الكيلو و100 جرام و200 جرام كمان، وده لسه 670 او 74 جرام، يعني النص بالنص ويمكن اقل. الفرخ ناشف، برد موجود، عطسة موجودة، اسهال موجود. ده كمان 671 جرام. في بقى واحد اقل من دول اتنين يا بنات، بس مش عارفة المقطع بتاع التصوير بتاعه انا حذفته في المونتاج ولا ايه. يعني شايفين الفراخ ما شاء الله محملة، الفراخ ممتازة، الفرخ لحم ابيض، مفيش اسهال مفيش عطسة. لكن الفرز التاني حصل معاهم كل الحاجات دي رغم الوصفات والخلطات والاعشاب اللي بننزل بيها. شايفين ده ما شاء الله الوزن بتاعه كيلو ومية، مية وكام، اثبت، كيلو مية حاجة و70، يعني كيلو مية حاجة و70 جرام. يعني ما شاء الله اللهم بارك داخل على كيلو 200 جرام. اهم حاجة وانت بتجيبي الفراخ يا ست الكل، المكان او المصدر اللي انت بتجيبي منه الفرخ يكون مصدر موثوق، يديكي فرخ سوبر، فرخ درجة اولى. ولو الفراخ بتاعتك في العمر ده واقل من كيلو او او اقل من 900 جرام او حتى 800 جرام اقل شيء، يبقى الفراخ بتاعتك ولا هي سوبر ولا هي درجة اولى. لما تجيبي الدورة الجاية ان شاء الله تغيري المكان، تجيبي من مكان موثوق. طيب انت متأكدة ان الفرخ بتاعك فرخ سوبر وجايباه من مكان موثوق بس ما بيزيدش، يبقى العيب في التربية بتاعتك. اختي اللي سألتني على الفيديو بتاعي امبارح، الفراخ عينها حمرا ودور البرد مش راضي يروح من عندهم، وكمان بتستعمل دواء من الصيدلية البيطرية. انت كده مكتمة على الفراخ زيادة عن اللزوم. الاحمرار العينين ده من الريحة بتاعت الفرشة، تنسي الفراخ. يبقى فيه فتحة تهوية، اكيد انت مكتمة على الفراخ، والبرد اللي ما بيروحش ده انت بتعرضيهم لتيار هواء مفاجئ. تيار الهواء المفاجئ ده ممكن وانت بتفتحي الباب يبقى تيار الهواء مباشر عليهم. فحاولي تظبطي التهوية بتاعت الفراخ، ما تكتميش عليها زيادة عن اللزوم، ونضفي الفرش. انا بكنس كده تقريبا كل 8 ايام يا بنات، كل 8 ايام بكنس لهم. اول 10 ايام كانوا في البوكس، وبعد كده لما نزلوا على الارض كنست لهم بعد اسبوع، وده تاني مرة. واهم حاجة كمان مضاد السموم يبقى اساسي معانا في الفترة دي. السموم او الموت المفاجئ ما بيختارش الا اكبر فرخ في الدورة. فانت سقوة يبقى فيها الخل، وسقوة يبقى فيها مضاد السموم اخر 10 ايام عشان ما تزعليش. وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. وشكرا جدا لكل حبايب اخواتي اللي انضموا للقناة جديد. ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك ودعوة حلوة في التعليقات، وصلوا على النبي كتير.
ونورتوني جدا جدا، وتعليقاتكم بجد بتفرحني. قولولي بتتابعوني من اي بلد، واول مره تربوا فراخ ولا لا، والحسابات اللي باسامي شباب انا بيبقوا بنات اللي بيسالوا. قولولي الاسامي بتاعكم عشان لما ارد على سؤال اقول اسمك وانا برد عليه. ان شاء الله عيلتنا تكبر احلى اخوات في الله. وان شاء الله الفيديو ال21 هنزله معاكم، واليوم ال22 وال23 ما تنسوش يا بنات التحصينه الاخيره اللي هي التحصينه الثالثه. ما تنسوش التحصينات. ان شاء الله هنزل معاكم الدورة بتاعه الفراخ بيوم بيوم. ويا رب تكونوا بتستفادوا من الفيديوهات. كمان اللي عندها تجربة للأعشاب أو أي إضافة جديدة تكتبها لي في التعليقات. كلنا بنتعلم من بعض، كلنا اخوات في الله. وانتظروني بكرة إن شاء الله في فيديو ال21، وقولولي في التعليقات أسامي الحسابات يا بنات وانتوا بتسألوا. ما تنسوش عشان أرد عليكم بالاسم. مع السلامة.